السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي بنفس نتيجة مباراة القمة 4-1 بيفوز على نادي المقاولين 4-1 بنفس نتيجة مباراة الأهلي والزمالك، وبيحفل على نادي الزمالك بنفس النتيجة بالظبط ماتشين ورا بعض. الأهلي بقى دلوقتي ملك الأربعات، ما عادش ملك التلاتات خلاص بقت موضة قديمة. دلوقتي الأهلي دلوقتي بقى خلاص بيكسب بالأربعات، ويعني بيختتم الموسم بطريقة رائعة. ومحمد شريف بيرجع تاني. طبعا محمد شريف نفسيته اتفتحت بعد ما جاب الجون بتاع الزمالك. بعد ما جاب جون في الزمالك الحمد لله نفسه اتفتحت، وجاب جون في المقاولين النهارده، والنحس اتفك بتاع محمد شريف على ايد الزمالك. الحمد لله بعودة محمد شريف. طبعا النتيجة خلصت 4-1 لنادي الأهلي ضد المقاولين. الهدف الأول جابه أليو ديانج، جابه بطريقة كويسة جدا، وأخيرا أليو ديانج دخل جوه ال18 وعدل الكرة عدلة كويسة كده برجله، وبعدها قام حاطط الجون الأول للنادي الأهلي. كان جون بصراحة كويس جدا. وبعد كده محمد شريف بيجيب جون في الدقيقة 52 من كرة من عرضية كريستو من كورنر. فبصراحة كان جون كويس أوي برضه لمحمد شريف، جابه بدماغه. كان جون بصراحة من أروع الأهداف يعني في الماتش ده. والنحس اتفك بتاع شريف بعد مباراة الزمالك طبعا، وما ينفعش يعدي الدوري كده من غير ما طاهر برضه يجيب يعني طاهر النهارده ما شاء الله جاب جونين. جون في الدقيقة 68، وجاب برضو يعني ضربة جزاء برضو حطها برضو بطريقة كويسة جدا عشان يحرز الهدف الثالث والرابع طاهر محمد طاهر. وبيخلص الماتش 4-1 بنفس نتيجة مباراة القمة. وبكده النادي الأهلي يعني بيثبت إن هو فريق كبير وفريق عظيم. برضو رجل المباراة خدها أحمد حسن كوكا. يعني برضو ما شاء الله أداء جيد من أحمد حسن كوكا، ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي. نروح بقى لمباراة نادي الزمالك. نادي الزمالك النهاردة هدف في الأول في الدقيقة 25 لسيد نيمار في الدقيقة 25، والهدف التاني جابه إبراهيم نضاي في الدقيقة 32 بعد انفراد من سيف الدين الجزيري، بيشوطها في حارس المرمى بيصدها، بعد كده ترجع لإبراهيم نضاي اللي بيحرز الهدف التاني. فيخلص الشوط الأول 2-0. وبكده الزمالك يعني قال خلاص كده المباراة انتهت والكلام ده. لكن نادي فاركو قدر يرجع بجونين ويتعادل 2-2 بسيف تيري. قدر ان هو يجيب هدفين في الشوط التاني، وبيخلص الماتش 2-2. يعني نادي الزمالك بيختتم الموسم بطريقة طبعا سيئة جدا جدا. ويعني بصراحة ضايق جماهيره النهاردة بعد التعادل دوت. فبصراحة نادي الزمالك يعني أداء سيء في آخر مباراتين أمام نادي الأهلي وأمام نادي فاركو. فبتمنى العودة إن شاء الله نادي الزمالك، وإن هو يجيب صفقات كويسة، ونادي الزمالك يعني يرجع زي الأول يعني، عشان نشوف أداء ممتع في الدوري الممتاز، ويبقى في منافسة بين الأهلي والزمالك زي الأول. برضو يعني الحمد لله يعني النادي الأهلي كده يعني يعتبر خد اللي هو عايزه من الدوري، وبيلعب النهارده بالبدلاء زي ما احنا شفنا. ما يعتبر ما فيش الا اتنين بس هما اللي كانوا أساسيين، اللي هو أليو ديانج والشناوي. انما الباقي كله يعني كان بيلعب 9 بدلاء واتنين أساسيين. بس النادي الأهلي ما بيفرقش معاه إذا كان بدلاء أو أساسيين. قدر إن هو يكسب 4-1 بسكور كويس جدا جدا على نادي المقاولين النهارده، وبيسعد جماهيره. إنما نادي الزمالك يعني نكد على الجماهير النهارده بطريقة وحشة جدا، وبيختتم الموسم بطريقة سيئة جدا بعد مباراة الزمالك. فبس كده، ودي كانت حلقة النهاردة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وياريت لو الفيديو عجبكم اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.